أكثر أنواع الفلفل الحار حرارة على الأرض. يقاس طعم الفلفل الحاد حول العالم بمقياس يدعى سكوفيل، فكلما زادت حرارة الفلفل ارتفعت عدد الوحدات الحرارية للمقياس، بحيث تختلف أنواعه من حيث الشكل والنوع ودرجة الحرارة على النحو التالي: فلفل السيرانو يصنف في الترتيب العاشر من حيث حرارته، والمزروع في المقام الأول في نيو مكسيكو، كما يصنف على مقياس سكوفيل بأنه غير مؤذن نسبيا، بحيث تتراوح الوحدات الحرارية للمقياس بين 10,000 و23,000. التباسكو يقع التباسكو في المرتبة التاسعة على مقياس سكوفيل، والذي تصل درجة حرارته بين 30,000 إلى 50,000، كما يتم إنتاجه أو زراعته في ولاية لويزيانا. الكاييني عادة ما يسحق ويستعمل في الطهي، حيث ترتبط درجة حرورته بالتباسكو على مقياس سكوفيل، والتي تتراوح أيضا بين 30,000 إلى 50,000. التبين فلفل صغير الحجم يصنف بالترتيب السابع من حيث درجة حرورته، تتم زراعته في ولاية تكساس والمكسيك. جونتور أصله من الهند وسريلانكا وجنوب شرق آسيا، تصنف درجة حرورته على مقياس سكوفيل بين 100,000 و350,000. سكوتش بوني يتناوله السكان الأصليون لجزر الكاريبي، وتتراوح درجة حرورته ما بين 100,000 و350,000. هابانيرو يأتي هذا الفلفل من المكسيك، حيث يتميز بلونه القرمزي وطعمه الحار الملتهب، كما يقع على مقياس سكوفيل ما بين 100,000 و500,000. الفلفل الشبح تم اكتشاف هذا النوع من الفلفل من قبل الأمريكيين منذ حوالي عقد من الزمن، إلا أن أصله يعود للهند، وتتراوح درجة حرورته ما بين 800,000 ومليون. ترينيداد مورغوا سكوربيون يصنف من القنابل اليدوية الطبيعية لدرجة حرارته القاتلة، والتي تصل على مقياس سكوفيل إلى 1,200,000، حيث لا ينصح استخدامه في الكثير من الوصفات عدا عن قدرته على حرق العينين عند مشاهدته فقط، كما يستخدم في إزالة الطلاء أو الحريق.